3 خضروات ورقية بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. القرنبيط بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة، عشان في القرنبيط فيتامين بي وأوميجا 3، فيساعد على تحسين عمل المخ ويمنع تدهور الذاكرة مع التقدم في السن ويقلل من الإصابة بالزهايمر. ويعتبر القرنبيط من الخضروات الورقية اللي بتساعد على تقوية المناعة ويحافظ على الجسم من الأمراض، عشان في القرنبيط فيتامين سي ومضادات أكسدة. ومن فوائد القرنبيط بيساعد في التخلص من السموم اللي في الجسم عشان في مركبات الكبريت. ويعتبر القرنبيط مهم في تقوية العظام عشان في القرنبيط فيتامين كي. ومن فوائد القرنبيط بيساعد في تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم ويساعد في تحسين مستوى ضغط الدم في الجسم. واخر معلومة عن فوائد القرنبيط ان القرنبيط مليان الياف غذائية بتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة. وانصحكم باكل كمية مناسبة من القرنبيط عشان بيكون ليه اثار جانبية زي مشاكل في الجهاز الهضمي وانتفاخ وغازات. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد القرنبيط واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. الخس من الخضروات الورقية المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة، عشان ورق الخس فيه مضادات أكسدة بتساعد على تحسين وظائف المخ. وكمان في ورق الخس فيتامين كي المهم في التخلص من الكالسيوم الزيادة في المخ ويحسن الانتباه. وبكده الخس بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات. ومن فوائد الخس إنه بيساعد على تقليل القلق والتوتر اللي بيكون أيام المراجعة والامتحانات. ويعتبر الخس مليان عناصر غذائية بتساعد على تقوية الجهاز العصبي وتحسين الوظائف العصبية. وكمان عايزة أقول لكم إن الخس من الخضروات الورقية اللي بتساعد في تحسين حركة الأمعاء ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي، عشان الخس مليان ألياف غذائية. ويعتبر الخس مهم في الحفاظ على الخلايا العصبية في المخ، عشان الخس مليان فيتامينات مهمة للمخ والجسم زي فيتامين A وفيتامين B وفيتامين C. وكمان الخس فيه معادن زي المغنيسيوم والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم. وبكده الخس يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وممكن ناكل الخس الصبح في وجبة الفطار مع سندوتش جبنة، بس ناكل الخس بكمية مناسبة وهي 36 جرام، يعني في حجم كوباية تقريبا، عشان لو أكلنا من الخس كميات كبيرة بيكون ليه آثار جانبية زي الانتفاخ والغازات والإسهال. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الخس وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. اللفت من الخضروات الورقية المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان في اللفت فيتامين كي فيساعد على تحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز. وكمان اللفت فيه حمض الفوليك اللي بيساعد على تقليل الاكتئاب والقلق أيام المراجعة والامتحانات. ويعتبر اللفت مهم لتقوية العظام عشان اللفت فيه كالسيوم. وكمان اللفت مهم في تقوية البصر علشان مليان فيتامين أ. ويعتبر اللفت فيه ألياف بتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة وتساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي. وآخر معلومة عن فوائد اللفت إن اللفت بيساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم. وأنصحكم بأكل كمية مناسبة من اللفت، عشان أكل اللفت بكميات كبيرة بيكون ليه آثار جانبية زي عسر الهضم والانتفاخ. وناخد بالنا من أكل اللفت مخلل عشان بيكون مليان ملح، وده بيسبب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى والكبد وحصوات في الكلى. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد اللفت وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز أيام المراجعة والامتحانات بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو انتم متابعين القناة ومتابعين الحلقات اعملوا دعم للقناة عشان نساعد في نجاح القناة وعمل حلقات أكتر وتستفادوا أكتر. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض 3 خضروات ورقية بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة.